محامي محمد الناهري لاعب الرجاء الرياضي يطالب الجامعة بتنفيذ الحكم الصادر ضد الوداد لفائدة موكله محمد الناهري. واحتج محامي الناهري على الجامعة الملكية لعدم توصل الموكل ديالو بالمستحقات المالية التي تم حكم بها لصالحه. وطالب المحامي من الجامعة ومن فوزي القجع من أجل الضغط على الوداد لصرف المبلغ الذي تم إقراره من طرف لجنة النزاعات. اقترح على الجامعة منع الفريق الأحمر من انتدابات إلى حين توصل محمد الناهري بكامل المستحقات ديالو. وللإشارة سبق للجامعة الوطنية لكرة القدم حكمت على نادي الوداد بأداء مبلغ 94 مليون سنتيم وهي كامل المستحقات المالية العالقة في ملف محمد الناهري والوداد. إذا هنا كاين إشكال. شنو هو الإشكال؟ أنه هنا اليوم رجعنا لا من ننسحب كل شيء كيشوف العالم أنه هو صفر قال لك. من جهة ثانية جمهور الرجاء الرياضي يطالب محمد الناهري بالمزيد من الاجتهاد، خصوصا أنه لم يصل بعد لمستوى تطلعات أنصار الرجاء الرياضي. وتم المقارنة بينه وبين نايف أكرد قلب دفاع المنتخب المغربي والمحترف بالدوري الإنجليزي واللي كيقدم مستويات كبيرة، خصوصا وأن الناهري ونايف أكرد لعبوا في نفس الفريق سابقا وظروف نايف أكرد كانت أصعب من محمد الناهري. في نيفو فيزيك كان عندي واحد الغطاء مورفولوجي، كانوا هما زايدين عليا تبارك الله كيبانوا صحاح، وانا كنت معطل في النمو ديالي. كانوا هما كيمشيو للمنتخب ديك الساعات الكادي المينيم، المهم كانوا من الصغر هما كيمشيو وانا كنت الوحيد اللي ما كنمشيش. كنبقى بوحدي كنهبط نتريني مع الجينيراسيون اللي قل مني 97 98 و96 كاملين كانوا كيمشيو للمنتخب. وكنعقل هذيك هي اللي بدلات ليا، زعما زادتني واحد الموتيفاسيون. قلت خصني نزيد نخدم، وان شاء الله ملي غنحبس النمو ديالي فيزيكمون ديك الساعه خصني يكون عندي شي حاجه اللي في التكنيك ولا شي حاجه اللي عندي باش انني نطور المستوى ديالي ونكون في شي مستوى زوين.